بالله لحظة لو سمحت، أنت مين عشان توزع الجنة والنار على المسلمين؟ مين أنت يا شيخ؟ الرسول اللي قال مو أنا. الرسول لا يقول إلا خير، أنت تقول شر. هذا كلام الرسول، هذا كلام الرسول. أنت توزع الجنة والنار على كيف؟ لا أنا ما وزعت، قلت كلام الرسول. وزعت كلام الرسول. الجنة والنار عند ربي ما هو عند. طيب وزعت كلام الرسول، هو اللي قال كذا. الرسول قال اللي يقتل عمار، الرسول يقول اللي يقتل عمار هذا الفئة الباغية. أنت إيش تقول؟ خلاص يقول ربي من قتل عمار مجهول، من قتل عمار مجهول. لا تهرب. الرسول حسابهم عندك انت، حسابهم الفئه الباغيه كل الحساب عند الله، بس الرسول وضح لنا انه هذا اللي يقتل هذا الشخص هذول اهل النار. الرسول وضح، الرسول قال اللي يقتل هذا الشخص هذا منا. انت غير مسؤول عنهم، انت غير مسؤول. لا تقول انت غير مسؤول عنهم. لا هذول حسابهم عند الله. يابا هو ابو تركي انت ما تقول للرسول، انت ما تقول للرسول لا تتكلم يا اخ ابو تركي يا اخ ابو تركي الريال سني ويقول لك انه موجود في كتبنا في البخاري انه النبي قال هذول من اهل النار يدعونه الى النار. انت ما انت سني، انت جاوب السنه. انا اتابع بثك واشوف ان شيعة يطلعون باسم السنه. هل البخاري شيعي؟ هذه الاشكال بعد يا اخوان، احنا بنتحاور. هذه الاشكال هذه ما تصلح، ما حنوصل معاها الى نتيجه. احنا نبغى المشاهد يستفيد، والله نبغى المشاهد يستفيد. هذه الاشكال ما تصلح. ابو تركي انت تقول الشيعة متابع بثك الان. هل البخاري شيعي يا ريال؟ هو ينقل لك كلام البخاري، يقول لك البخاري قال، البخاري صار شيعي. في حديث ثاني واسناده صحيح. الرسول قال اسمع الرسول، اسمع ايش قال الرسول. انت باقي انت ابو تركي، انت باقي تقول للرسول يا رسول الله لا تتكلم. انت بس هذا اللي باقي تقوله. لا المسلم باقي تقول للرسول ليه يا رسول الله تقول هذول في النار؟ المسلم ما يقول هذا الشخص في النار وهذا الشخص في الجنه. الرسول اللي قال، مو انا. الرسول اللي قال. ايش دراك انت عن الفئه الباغيه؟ من هم الفئه الباغيه؟ الرسول اللي قتلوا عمار قال يقتلوا الفئه الباغيه. عمار اللي يقتلوا عمار هم الفئه الباغيه. غير مسؤولين نحاسبهم. لا انت يعني انت باقي تقول يعني الرسول غلطان. انت شايف يا اخي وعد انا بتكلم عن موضوع الحلقه. انت تشوف ان الرسول غلطان دحين ولا لا؟ يا اخي انا مسلم، لا تقول لي شوف ان الرسول غلطان. طيب خلاص انت كيف تغلط؟ احنا قلنا كلام الرسول، ما جبنا كلام من عندنا وما راجعنا اهل السنه. هذا كلامنا وفي الصحاح. انتم يا شيعه لا تبينون مساوي السنه وتقول عشان تدعون الى مذهبكم. يا حبيبي انا سني ما عليه والله. يعني لو شيعي بخاف منه، لو شيعي اقول لك شيعي ولا ضربت لك حساب. السني ما يلعن زي الشيعي. يلعن الرسول. لا يلعن الرسول. يزيد منه عشان تلعن انت. لا. يزيد خدم الامه يا اخي، يا حبيبي يزيد ملعون باجماع العلماء انه هذا ملعون. ولا عارف ايش قالوا اللي يترضى عليه هذا اللي يتهموا بالنفاق. يا اخي اكثر علماء المسلمين قالوا اللي يترضى عليه يزيد هذا اللي يتهموا بالنفاق. اسمع انت تلعن مسلم قال لا اله الا الله وكان يصلي مع المسلمين في المساجد وقتل ست رسول الله. قتل ست رسول الله وسبى بنات نبيك، سباهم في الصحراء بنات نبيك. يا اخي ابن ادم قتل اخوه. رحمه الله وبركاته. اسمع بالله انا اتكلم الحين روايه انه سبى بنات النبي. منين جاب الحديث؟ منين نقله؟ هل هو من الحديث المكتوب؟ منين جاب الخبر؟ هذا خبر منين جاء؟ من اي كتاب؟ من اي حديث؟ من اي متن؟ منين جبته يا ان يجوز سبى بنات رسول الله؟ طيب اسمع الدليل. هدوء. اسمع الدليل. طيب تعطي الدليل السيد يعطيك الدليل. لا انت اعطي دليل. انت اعطي. انا ما عندي والله لا بطب الان ولا هدوء. تفضل سيد. خلاص اسمع السيد. انت ياما شوف لحظه. الرجل لحظه يا اخي اعطوني مجال خل اقول لك من هاي شلون بلوه يا بد. اعطيني مجال، خل اتكلم. هو سني ادري. انت ليش تتضايق يا اخونا الحبيب؟
انتم ليش تتضايقون؟ اسمع، ليش تتضايقون عندما تجي؟ يا اخي اعطيني مجال. الله اكبر يا رب. والله انت ما تريد الحق، انت ما تريد الحق. اللي زي كذا تجاهلهم يا شيخ، يا شيخ واحد اللي زي كذا جاهل. اخونا يا اخونا مجالس الذكر، اخونا مجالس الذكر، اخونا مجالس الذكر، اعطينا مجال. ماشي، بس اعطيني مجال، خليني اتكلم واعطيك. ماشي ماشي، اعطيني مجال لطفا يا اخي، لطفا خليني اتكلم. لا حول ولا قوة الا بالله. والله لا مو اغطي، يا اعطيني مجال خليني اتكلم. ايش فيك انت؟ انتفخت اوداجك، راح تطق تموت. بابا لا تموت علي، انه ببتلي بيك. اعطيني مجال. هو سني يا سني. انت ايش فيك؟ راح تموت، خليني اتكلم يا رجل. خليني اتكلم. هذا سني. انا اريد اعبر عن شعوري. هو سني، انت شيعي. اي، خليني اقول لك وين الدليل. اصبر. انا اساله هو يا وعد، انا اساله هو. اي، انا اقول لك، بس طيني مجال 30 ثانية. 30 ثانية يا اخي الكريم. شوفوا يا اخواني، شوفوا. الله اكبر، الله اكبر يا اخواني، الله اكبر. ما يريدون الحق. يعني هو الان هذا الاخ، يا اخي اعطيني مجال، الله يرحم والديك. شوفوا اخواني، هذا الاخ معناه يريد الغلبة، ما يريد الحق، وانا اريد الحق. هم لماذا يتضايقون؟ لانه في سني معتدل ينسجم مع اخيه الشيعي على قضية معينة، اتفقا على قضية، والقضية أولا دينية وإنسانية. يا أخي هذا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ليش متضايق؟ بس تتكلم، ما تريد واحد يتكلم يا أخونا. أنت معناه عندك حب ليزيد بن معاوية عظيم جدا، ما تريد. تفضل سيدنا اتكلم. طيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. هذا رواية المعجم الطبراني والسند الصحيح أمامكم على الشاشة أخواني الأعزاء. هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول قال أبى الحسين عليه السلام أن يستأسر فقتلوه وقتلوا ابنيه وأصحابه الذين قاتلوا معه بمكان يقال له الطف، وانطلق بعلي بن الحسين وفاطمة بنت الحسين وسكينة بنت الحسين إلى عبيد الله بن زياد وعلي ومؤيد الغلام قد بلغ، فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كمل واضح كمل. فبعث بهم إلى يزيد ابن معاوية. يقول قال في المجمع ورجاله ثقات. طيب، النقطة الأخرى، هذا في صحيح مسلم أخواني الأعزاء، هذا في صحيح مسلم في باب فضائل فاطمة عليه السلام. يقول إنهم حين يتكلم حدثه أن علي بن الحسين حدثه إنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين، يعني بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه لقيه المسور بن مخرمة. قدموا. هذا في صحيح مسلم، هذا الكلام في صحيح مسلم، والروايات كثيرة في ذلك تثبت أن يزيد ابن معاوية سبى نساء أهل البيت عليهم السلام. تفضل حج، الله يبارك فيك، خلي أشوف الكهرباء. طيب، أحسنت سيدنا، بارك الله بيك وجزاك الله خير الجزاء. طيب تفضل الآن. أستاذ وعد بس دقيقة واحدة الله يرضى عليك. طيب الآن أقول لك، شوف، قد أفتى كل من سبط. ماذا قالت في الكوفة؟ زينب عليه السلام ماذا قالت في الكوفة؟ طيب ثبتها الكوفة. ممكن أقول لك أسماء علماء لعنوه وكفروه. جيب لي عالم من علماء أهل السنة يقول. طيب الجواب قد أفتى كل من سبط. حرام، الوضع حرام. ما اسمع،
ما يجوز انك تلعن، ما انت مسلم اذا لعنت. انت اذا لعنت ما انت مسلم يا شيخ. احسنت. الله لعن بالقرآن. لحظه الاخ يقول، لحظه الاخ يقول يا اخي اعطيني مجال. الاخ يقول ممكن اعطيك اسماء العلماء. يقول ما انت مسلم. اللعن حرام. ايه الان فهد يقول ما انت مسلم اذا لعنت، يعني انت الان كفرت النبي صلى الله عليه واله، لان النبي لعن الصحابه. يا اخي النبي والله سبحانه وتعالى يلعنون، هذا في كتاب الله اللعن، لكن المسلم ليس لعان. المسلم انتم حافظين ما انتم فاهمين ترى والله. انت اللي جاي فاهم مره في غرفه مضبوط. والله حافظين. طب يسمع يقول لك ايه: قد افتكل من سبط ابن الجوزي والقاضي ابو يعلى والطفل التلازي والجلال السيوطي وغيرهما من اعلام السنه القدامى بكفر يزيد لعنه الله وجواز لعنه. قال اليافعي: واما حكم من قتل الحسين او امر بقتله ممن استحل ذلك فهو الكفر. هذول العلماء كلهم يدخلون النار عشان يلعنوا. هذول علماء السنه ما شاء الله عليك، تعرف هذول علماء السنه. والآلوسي ايضا ذكر هذا الامر ولعن يزيد بن معاويه. الامام الآلوسي ما هو سنه. لا الان يريد يهربون. لحظه هل الذهبي، اسمع، هل الذهبي من علماء السنه؟ هل الآلوسي من علماء السنه؟ الآلوسي لعن يزيد بن معاويه. الذهبي قال عن يزيد بن معاويه، قال افتتح دولته بقتل الحسين عليه السلام، وكان سكيرا وناصبيا كما في السير أعلام النبلاء. واما الآلوسي فقال، الآن أنا أظهر لك كتاب. أنا أدري أنه الكلام يوجعك، أخواني. شوفوا أخواني، بالنسبة هذه اسمع أخواني، هذا الطبري اصبر هدوء. هذا الطبري وكما ذكر الأخ الفاضل في شرح العقائد النسفية للتفتزاني، يقول في شرح لا أنت الآن الأخ أشكل عليه. أما التفتزاني فقال في لعن يزيد ابن معاوية، زين، قال الآتي. هذا الكتاب أمامكم على الشاشة أخواني، أمامكم على الشاشة، حرسكم الله تبارك وتعالى. هذا شرح العقائد النسفية للإمام التفتزاني وهو السني، في لعن يزيد ابن معاوية عندما كان يتكلم. قال: وبعضهم أطلق اللعن عليه، أمامكم على الشاشة، لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين عليه السلام، واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه أو رضي به. والحق، اسمعوا يا أخوان ماذا يقول: والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي عليه السلام مما تواتر معناه، وإن كانت تفاصيله آحادا، فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وعلى أعوانه. هذا إمام سني، جبل من الجبال الكبيرة، وهو تنصرون أنتم ملعونين معه. هذا كلام السنة. وهذا الطبري في تاريخه، هذا الطبري أخواني في تاريخ الأمم والملوك، هذا أمامكم على الشاشة تاريخ الطبري. يقول: تاريخ الأمم والملوك المتوفى سنة 10 و300، يقول راح يرتفع الضغط عندهم. يقول: وتوفي نوفل بالمدينة في خلافة يزيد ابن معاوية لعنهما الله. اثنين طبق في واحد، اثنين في واحد، الله وكيلك. قال: لعنهما الله، لعنة الله يقول على معاوية ويزيد، لعنهما الله. زين، الآن أقول إنه الطبري ما هو مسلم، قول إنه الآلوسي ما هو مسلم،
وأما حديث اللعن فقد لعن النبي صلى الله عليه وآله في صحيح مسلم عندما جاءه صحابيان فلعنهما، حتى أن عائشة قالت ما أصاب من الخير ما أصاب هؤلاء. إيش قد تريد 10 20 عالم؟ إحنا بالخدمة. شنو تريد؟ إحنا بالخدمة، بس لا تصير عصبي. تفضل الآن دورك. تفضل تفضل يا الأخو. صار له شيء راح، يمكن صار له شيء. وين راح؟ مجالس الذكر. كيف يزيد معاوية أن الحسين قدم إلى كوفة؟ شلون؟ علي صوت، ارفع صوتك ارفع صوتك. كيف عرف بهذه السرعة أن يزيد الآن هربت من، شوف هرب من موضوع اللعن يا أخو. والله أنتم يعني والله عجيبة. أنت ليش تطلع الراية البيضة بسرعة؟ بابا أنت ليش؟ شنو سؤالك؟ سؤالك قلت تريد المصدر، اعطيناك المصدر. شنو سؤالك؟ هو يقول أن أهل السنة قالوا أن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم سباها يزيد. منين جابت؟ منين من السنة قال الكلام؟ ليش الكذب هذا؟ كل كتب التاريخ قالت هذا الكلام، الطبري، القرطبي. اي هذول شنو مو يا اخي افهم. الان نقلنا لك، يا اعطيني مجال. هو يسال وما يخليني اجاوب. لا واحد لا تجاوب. لا مو انت. لا انا اجاوب. انا ليش كلامي سم؟ ادري كلامي ايش فيه، كلامي ايش فيه يجرح. انا ايش فيه كلامي؟ انا وياك كلامي. خليك تشوف بعينك ترى، ونطلع لك الكتب امامك على الشاشه. هذا الكتاب على الشاشه، شوف هذا سير اعلام النبلاء. شوف اخوان، اي انا جاوبك، انا جاوبك. هذا شخصنا موضوع شخصنا، هذا سير يا اخونا شيخ هذا متربي بال تفضل ابو اديب هذا سني. ابو اديب جاوب. ابو اديب جاوب. السلام عليكم. اخي اهدى لحظه، اهدى يا اخي. نحن يزيد ما ناخذ منه دين، أنا ومال يزيد. اي والله ما لنا بتكفير الشخصيات يا حاج بعض. يا اخي انت ايش كارك بيزيد الان؟ بسكت فيه خلاص. يزيد رجل من له ما له عليه ما عليه. يرد عليه، حسابه على الله. لا رد عليه. انت تفرض ذول يدافعون عن يزيد. ما ناخذ منه دين اخي. انت مو سني، انت سني. مو على ناخذ ديننا من يزيد. يرد عليه. انت تفرض يزيد قاتل الحسين عليه السلام. انتفضوا سمعوني صوت السنه المعتدلين. لم يثبت انه قتل الحسين. من قتل الحسين اهل الكوفه. هذا الشيء مثبت وثبتنا لكم اياه اكثر من مره. سعد بن ابي وقاص كوفي. سعد بن ابي وقاص لينصرونا فبغوا علينا. سعد بن ابي وقاص كوفي. سعد بن ابي وقاص كوفي. سعد بن ابي وقاص كوفي. سعد بن ابي وقاص من دعا قال تعالوا. سعد اللي دعاه هو سلمان بن الصرد، وهذا الكلام ذكروه بسند صحيح وهو صحابي. تقرأ صحابي حجي. اسمح لي خلي اعطي بعض الادله التي قال من العلماء ذكر انه يزيد بن معاويه سبى نساء الامام الحسين عليه السلام. الان انا اعطيك نزر يسير من هؤلاء العلماء الذين ذكروا ان يزيد بن معاويه سبى نساء الامام الحسين عليه السلام. طيب تفضل. هذا ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب يذكر هذا الامر. الان امامكم مشاهدينا الكرام على الشاشه. هذا امامكم على الشاشه. هذا الكتاب اللي على جهه اليسار يقول: ولما تم قتله حمل راسه وحرم بيته وزين العابدين معهم الى دمشق كالسبايا، قاتل الله فاعل ذلك واخزاه ومن امر به او رضيه، والعلماء مجمعون على الى اخر كلامه. هذا من؟ هذا ابن العماد الحنبلي. بعد من علماء السنه الذين ذكروا ذلك هذا الباطين هذا في تعليقه على استجلاب ارتقاء الغرف يقول: لقد اثبتت حوادث التاريخ
إنهم تحت عنوان إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلا وتشريدا. ثم يقول لقد أثبتت حوادث التاريخ إنه لم يقع على أسرة من صنوف العذاب وضروب التنكيل ما وقع على آل النبي صلى الله عليه وأهل بيته، مع إنها بلغت الغاية في شرف الأرومة وطيب العنصر، وقد أسرف خصوم هذه الأسرة الطاهرة في محاربتها وأذاقوها ضروب النكال وصبوا عليها صنوف العذاب، ولم يرقبوا فيها ولا ذمة، ولم يراعوا لها حقا ولا حرمة، وأفرغوا بأسهم الشديد على النساء والأطفال والرجال جميعا في عنف لا يشوبه لين وقسوة لا يمازجها رحمة، حتى غدت مصائب أهل البيت مضرب الأمثال في فظاعة النكال. وقد فجرت هذه القسوة البالغة ينابيع الرحمة والمودة في قلوب الناس، وأشاعت الأسف الممض في ضمائرهم، وملأت عليهم أقطار نفوسهم شجنا. ثم يقول انظر تقدمة السيد أحمد صقر لكتاب مقاتل الطالبين. هذا من إخواننا الأعزاء؟ هذا خالد آل بابطين. طيب بعد من علماء السنة من ذكر ذلك هذا القرطبي في كتابه المفهم. يقول القرطبي كلام طويل أختصر منه، يقول فكيف يكون حال من سفك دماء خيار المسلمين من صدور هذه الأمة؟ يتكلم عن يزيد. يقول من الصحابة والتابعين كل ذلك بمحض الهوى والتجرؤ على استباحة الدماء، فهم الذين قتلوا الحسين وسبوا نسائه وأولاده من غير توقف ولا سؤال. بعد أيضا من علماء السنة من تكلم عن مسألة السبي، هذا ابن حبان في السيرة النبوية وأخبار الخلفاء بنقل الثقات. يقول يتكلم فكانوا إذا أهل البيت إذا نزلوا منزلا أخرجوا الرأس من الصندوق وجعلوه في رمح وحرسوه. ذول شرطة يزيد يفعلون هذا إلى وقت الرحيل، ثم عادوا الرأس إلى الصندوق ورحلوا. فبينما هم كذلك إذ نزلوا بعض المنازل، ويذكر القصة إلى أن يقول فوصلوا إلى الشام ومروا بدير النصراني وإلى أن وصلوا إلى يزيد ابن معاوية. تريد بعد هؤلاء كلهم من علماء السنة. هؤلاء من علماء السنة كلهم اتفقوا على أن يزيد أرسلوا بهن إلى يزيد ابن معاوية. اسمع هذا ابن الجوزي ما يقول قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة منتسبي إلى السنة أن يقولوا أن يزيد كان على الصواب وأن الحسين أخطأ في الخروج عليه، يعني هذا مثل عمار وعائشة. ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها، ولقد فعل في ذلك كل قبيح. ثم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر، وكلها توجب فسخ العقد من نهب المدينة ورمي الكعبة بالمنجنيق وقتل الحسين وأهل بيته وضربه على ثنيتيه بالقضيب وحمله الرأس على خشبة. وإنما يميل جاهل بالسيرة عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة، يعني مثل عمار وابو عائشة. تفضل حج. شكرا لك. تفضل أخونا غاد. أعطني الرواية. تفضل. أنا قدام أعطني الرواية يا أخوان، تابعوا معي بالله. أعطني الرواية. أي رواية؟ أعطني الرواية. خليك السنة. أعطني الرواية. أي رواية؟ اللي قرأتها تو. أنا ما قرأت رواية الآن قرأت كلام علماء السنة. لا اللي علقوا رأسه ويحرسونه لما وصلوا ليزيد. أعطني الرواية هذه. هذا كلام ابن حبان. هذا إذا أنت ما تعرف الفرق بين الرواية وبين قول العالم. كلام ابن حبان يا رجل، كلام ابن حبان هذا الآن. أنا ما قرأت رواية. أنت ما أظن أنه أنت ما مركز، مع احترام لك. هذا كلام ابن حبان، هذا السيرة النبوية، هذا أمامك. هذا كلام ابن حبان. هذا كلام ابن حبان يا أخي. هذا في كتاب السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. هذا كلام ابن حبان، وهي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه من الثقات. ويذكر القضية زين، يذكر يقول وأسندوا
وجعلوا رأسه على الرمح وجعلوه في رمح وأسندوا الرمح إلى الدير، فرأى الديران بالليل نورا ساطعا من ديره إلى السماء فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟ قال: نحن أهل الشام. هذا كلام من كتاب السير، هذا كلام من كتاب السير. لا، إذا تريد الرواية التي إنه يزيد ضرب رأس الحسين موجودة، السنة الصحيح أعطيك إياها. طيب لا راح نعطيك، اصبر، راح نعطيك الرواية. خلي أرحب بالأخ أبو عاشة. يابا اعطيني مجال. شيخ أبو عاشة رحب بي. شيخ أبو عاشة موجود، بس خلي انتبه للصوت، خلي أشوف. نعم خلي انتبه للصوت، صوته واضح له. حيا الله ابو عاشة. ابو عاشة راح نقول له ايه، راح نقول لك ايش فيك بابا، راح نقول لك الروايات. اخونا انا راح ابقى ابث، اصبر، ايش فيك انت؟ لا طيب اخواننا راح نبقى على البث ان شاء الله مع الشيخ عمار والشيخ ابو عائشة انضم الينا، ومع الاستاذ ربيع ايضا انضم الينا. ولكن الذي اريد ان اقول انه كما تلاحظون أنه شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يبينون بالكتاب والمجلد والصفحة، وهؤلاء يهربون من الدليل، بحيث أنه أنا متأكد أنه بعد سنة ممكن البخاري هذا المجلد يصير 10 أوراق فقط. ليش؟ لأن الآن بدأ الناس تظهر ما في البخاري من طعونات، وأنه دسيسة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب البخاري ومسلم دسيسة على أمة محمد. نسأل الله أن ينجينا من هذه الدسائس برحمته وهو أرحم الراحمين. سوف نبقى مع الشيخ أبو عائشة والأخ الحبيب مجالس الذكر، والأخ عمار والأخ أبو أديب وكل الأخوة، ولكن من قناة الحجة الفضائية أقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.